ازيكم عاملين ايه؟ يلا بقى نعمل مع بعض المخلل اللفت، يعني بطريقة ستي كده الله يرحمها. وعايزة اقول لكم بقى ايه حتة تركاية كده في الوسط، عايزة اقول لكم ان هي ديت اللي بتخليه مقرمش وما يطراش كده معانا ولا يحصل فيه اي حاجة. وعايزة اقول لكم ان هي ولا تركاية ولا حاجة، الكل دلوقتي بقى عارفها. بس عامة يلا نشوف اللفت بتاعنا. غسلناه وروقنا عليه كده زي ما انتوا شايفين، طبعا بيبقى مليان طينة. غسلته انا ونضفته زي ما قدامكم كده، بقى ابيض وزي الفل. طبعا بنفتح بقى ايه اللي هي العروش بتاعته ديت كمان تحت المية عشان بيبقى جواها طينة. واي حاجة مش مستحبة بنمسكها كده نشيلها وننضف الطينة ونغير له المية مرتين تلاتة لحد ما يبقى ابيض وزي الفل. التقطيع بقى قطعي زي ما بتحبي. انا كده بصوا ممكن اقطعها يعني نفس التقطيعة بتاعت البيتزا اللي هي ايه، سامبوكسات كده ورا بعضيها، واحدة جنب واحدة في واحدة عكس واحدة، وتطلع لي بالشكل دوت. او ممكن كمان اقطعه اللي هو ايه، يعني اقسم الواحدة نصين كده واخده صوابع او اي حاجة، يعني حسب التقطيع اللي انت تحبيها قطعيها براحتك مفيش اي مشكلة. طبعا يعني نراعي ان الحجم بتاعها ولا يكون كبير قوي ولا يكون صغير قوي، يعني اللي هو ايه يستحمل معانا كده ان هو يقعد في المية والملح والخل، يعني اللي هي المية بتاعت اللفت بتاعتنا، عشان ما يتهريش معانا ولا اي حاجة. طبعا ما نشتريش اللفت يكون كبير قوي عشان خاطر ما تبقاش من جوه معانا اللي هي ايه، يعني بالمعنى اللي احنا بنقوله كده تبقى الراس بتاعت اللفت شيخة وتبقى عاملة زي السفنج. لا، احنا نشتريه كده وسط كويس علشان خاطر تبقى كمان معانا مسكرة وتبقى مصحصحة. عايزه اقول لكم اللهم بارك الكميه ديت، يعني دول اللي انا قدرت اغسلهم. طبعا شايفين ايديا بايشه ازاي من الميه. هعمل معاكم دولت ولسه في حبه كمان هبقى اعملهم بعد كده ان شاء الله، ممكن بكره ولا حاجه. هنا كده غسلته وقطعته، وكان في واحد زنان قاعد عمال بيزن ملناش دعوه بيه، تعبان شويه معلش. الدور اللي ماشي الايام دي مع العيال كده كحه ورشح وزن وقرف يعني. قطعت بقى الكميه اللي معايا كلها. عايزه اقول لكم ان دولت كانوا حوالي 4 كيلو. رحت حط عليهم بالظبط معلقتين ملح. نحط عليهم معلقتين ملح كده من معلقه الاكل بتاعتنا، وهقلبهم كلهم في بعض، وهقسمهم على مصفتين، وهحط تحتيهم حاجه زي ما انتوا شايفين كده. هنسيبهم حوالي 3 4 ساعات. بس انا طبعا كنت عاملاه الوقت متاخر فسيبته لحد تاني يوم الصبح. صحيت بقى من النوم الصبح، ادي كده شايفين بعد ما رشيت عليه الملح نزل الميه بتاعته، وهبدا ان انا اعبيه في البرطمانات بتاعتي، وهبدا بقى اعمل له المحلول بتاعه اللي هو بتاع التخليل. سهل وبسيط جدا جدا. طبعا هو كده صفى الميه بتاعت اللفت اللي هي اصلا بتبقى جوه اللفت نفسه، اتصفت معايا من معلقتين الملح اللي احنا حطيناهم. ف يعني ما تقلقيش من اي حاجه، يعني ولا هيبقى مثلا ريحته معاكي وحشه بعد كده ولا اي حاجه. هنا كده كان معايا بنجرايه، بس البنجرايه كنت شايفه ان هي كبيره شويه. بعد كده لما قطعتها يعني لقيتها من جوه فيها ابيض شويه كده، فرحت صراحه بشرتها كلها، يعني انا كنت هاخد نصها بس، فرحت قلت لا هبشرها كلها. طبعا هنا عايزه اقول لكم ان البنجر عليه عامل كبير جدا. يعني انتي مثلا لو حطيتي بنجر قليل وما ظبطتيش الملح بتاعك اللفت بتاعك هيزرق. لو مثلا يعني في ناس ما بتحبش تحط له بنجر خالص، بس اهم حاجه تظبط الملح، لان الملح هو اللي بيخلي اللفت يزرق مننا. هنا كده بشرت البنجر بتاعي. بصوا بقى، هحط 2 لتر ميه، الاتنين لتر ميه دولت هياخدوا معايا كوبايه ملح كبيره ونص كوبايه خل. ادي كده نص كوبايه خل وكوبايه ملح كبيره، وهحط عليهم 2 لتر ميه على البنجرايه اللي معايا. وكمان يعني حاجة اختيارية، عايزة تحطيها حطيها، مش عايزة تحطيها ما تحطيهاش. ممكن تحطي معلقة شطة، انا عن نفسي هحطها. في ناس ممكن مثلا تقطع فلفل نصين وتحطه مفيش اي مشكلة. وهنا كده هحط اللترين بتوع المية بتوعي. سر بقى القرمشة وان هو ما يطراش معاكي وان هو يفضل يعني لحد اخر واحدة كده الواحدة بوحدتها مصحصحة معاكي، انك لازم تحطيله معلقه سكر صغيره. كل لتر ميه تحطي له معلقه سكر صغيره اللي هي معلقه الشاي. طبعا زي ما قلت لكم انا حاطه 2 لتر ميه، يبقى هحط معلقتين من السكر.
ومعلقة الشطة اللي هي معلقة الاكل العادية بتاعتنا، لو معلقة صغيرة برضو هحط معلقتين. انا مش بحبه حراق قوي، بس يعني بحبه ياخد تيست السبايسي شوية. هقلب بقى ده كله مع بعضه كده، وابدأ احط المية على البرطمان بتاعي. اهم حاجة ان المية تكون مغطية الوش بتاع اللفت، علشان خاطر ما تعمليش اي عفونة ولا اي حاجة. طبعا هنا معانا الخل مادة حافظة، والسكر مادة حافظة، والملح كمان مادة حافظة، فيعني ان شاء الله مش هيحصل له اي حاجة. هنقلب بقى ده كله مع بعضه كده، ونبدأ نفضي المية ديت على البرطمان بتاعنا، وبكده اللفت يا جماعة يكون خلص. وطريقته سهلة جدا جدا، وكمان طبعا عارفين ان هو صحي. طبعا يعني كفاية البنجر اللي بيتحط فيه، وكفاية كمان فوائد اللفت. شايفين اصلا المية يا دوب لسه ما قعدتش مثلا التلات اربع ايام اللي احنا هنفتح بعد كده على اللفت فيهم، وما شاء الله اللهم بارك لونها احمر ازاي. في ناس ممكن مثلا تقطع البنجر يعني اربع تربع كده وتحطه على طول في البرطمان. في ناس مثلا بتضربه في الخلاط، يعني انا مامتي بتضربه في الخلاط بحبة مية، بس انا رحت بشراه. عايزه اقول لكم ان والله العظيم ريحته جميله جدا، يعني المحلول بتاع التخليل نفسه ريحته حلوه جدا. طبعا بقى هنفضي كده الميه وهنملى البرطمان بتاعنا خالص. طبعا يعني لازم نتاكد ان هو الميه مغطيه الوش، وبعد ما نحط الميه كده على اللفت من فوق ويعني والوش يتغطى، ونقفل البرطمان بتاعنا، نقلبها كده رايح جاي مرتين، يعني تلاتة اربعة. المهم يعني تقلبي البرطمان على وشه وتعدليه، تقلبي البرطمان على وشه وتعدليه، عشان خاطر يتقلب كده كله مع بعضه، ويبدأ البنجر ينزل معانا لتحت. شايفين بقى اللون معايا عامل ازاي؟ لسه كمان بقى لما يقعدوا كده والبنجر بتاعنا يخرط في قلب اللفت، بجد حلو جدا جدا. انا من عشاق اللفت يا جماعة. عايزه اقول لكم ان انا بحب الميه بتاعته جدا، بقطع فيها طماطم كده زي السلطه واكلها، يعني بجد بتبقى رهيبه. جربوه كده وقولوا لي ايه رايكم فيه، وما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. ولو الفيديو عجبكم يا جماعه ما تنسوش اللايك ثم اللايك ثم اللايك. جربوه وبالهنا والشفا على قلوبكم، وبالهنا.